الله سبحانه وتعالى قال إن إحنا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. طيب كتير من الآباء والأمهات بيقعوا في خطأ كبير جدا، عشان يأمر أولاده بالصلاة يرعبهم: ثعبان الأقرع هيتلف حواليك، هتدخل جهنم، هتنزل في وادي من وادي جهنم، والله لا هتفلح ولا هتشوف نجاح، والله انت منك لله، وانت ربنا هيعمل ويسوي فيك طول ما انت. ويبدأوا يعملوا رعب لدرجة ان بعض الأبناء بيقولوا احنا خفنا من الصلاة أصلا، من كتر ما بابا وماما عمالين يخوفونا بالثعبان الأقرع واللي هيعمل فينا ايه في القبر فده خطأ كبير جدا جدا. بدل ما نحببهم في الصلاة ونقربهم منها، بنخوفهم منها. طيب ازاي نأمر أولادنا بالصلاة ونصطبر عليهم تربويا بطريقة صحيحة؟ وازاي فعلا هم أولادنا يعرفوا ان الصلاة فعلا زي ما قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم: قرة عين، وجعلت قرة عيني في الصلاة.